السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين قناة حسام في المودرن. معاكم بفضل الله سبحانه وتعالى في فيديو جديد. هنعرض لكم ركنة مودرن حرف ال. الضلع ده كده يا جماعة فيه كنبة سرير زي ما احنا شايفين، درج سحاب، والضلع ده فيه سحارة تخزين. حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا. المنتج زي ما احنا شايفين من الخشب الزان الأحمر بالكامل. حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا. معانا بسم الله ما شاء الله 3 ميكانيزم تركي زي ما هيبان في عرض الفيديو في قاعدة الدرج السحاب، ومعانا 2 ميكانيزم تركي باكم في السحاب. حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا بسم الله ما شاء الله. تم تنفيذ الركن يا جماعة لفضيلة الشيخ مصطفى محمود من محافظة المنيا مركز دير مواس. بفضل الله كلمنا من فترة الشيخ مصطفى وتواصل معنا وسألنا عن أسعار الركن، وبفضل الله سبحانه وتعالى سألنا على الركنة بالمساحة عنده في البيت، وقلنا له سعر الركنة هيكون كام. حول لنا عربون جدية اتفاق 1000 جنيه، وإن شاء الله باقي الحساب بيكون مع التسليم. وطبعا بعتنا للحاج مصطفى كارتلات الألوان، فاختار اللون اللي هننفذ عليه سواء الركنة أو التكاوي بتاعتها وكل حاجة الحمد لله. وهو اختار على كنبة سرير كنا منفذينها من فترة بفضل الله، واختار طبعا الموديل ده على تصميم كنا منفذينه لسيادة العميد خالد فاروق من محافظة القاهرة. عجبه التصميم وعجبه الموديل. ممكن نسيب لكم الفيديو الأولاني في الفيديوهات المقترحة للركنة بتاعت سيادة العميد خالد إن شاء الله سبحانه وتعالى. الركنة زي ما احنا شايفين من الخشب الزان الأحمر بالكامل. القماش بتاعها يا جماعة هيكون جلد مقلوب الخامة التقيلة. طبعا كل الفراغات اللي في الخشب دي يا جماعة بتتقفل أبلكاش 10 مللي. في أبلكاش 10 مللي بيقفل الجزء ده كله، بيدعم بخشب كمان من تحت على حسب الاحتياج. كذلك القاعدة هنا يا جماعة برضو بتاخد أبلكاش 10 مللي علشان الشغل بفضل الله سبحانه وتعالى يتحمل عند العميل بتاعه. الاسفنج المستخدم ان شاء الله كثافه 35، والقماش هيكون جلد مقلوب، والركنه كلها مطلوبه لون واحد سواء جسم الركنه او التكاوي او الظهور بتاعه الركنه زي ما هنشوف في ركنه العميد خالد فاروق. طبعا في هنا يا جماعه في هنا حشوتين بيدهنوا وبيركبوا في المكان ده، بيتثبتوا في المكان ده بفضل الله. الكنبه السرير زي ما احنا شايفين فيها بسم الله ما شاء الله 3 ميكانيزم في القاعدة علشان القاعدة تتحمل. هو ال3 ميكانيزم طبعا بيكون أفضل من 2 ميكانيزم، مع إن ال2 ميكانيزم يشيلوا، بس 3 بيكون أفضل وبيكون عملي ويتحمل بفضل الله عند العميل بتاعنا. والضلع اللي فيه الصحارة حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا بسم الله ما شاء الله. شغل خشب زان أحمر بالكامل، تخانات بسم الله ما شاء الله ممتازة. ان شاء الله ما تقلقش يا حاج مصطفى، الشغل بتاعك ان شاء الله سبحانه وتعالى هيشرفك، ما تشيلش هم اي حاجة ان شاء الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله في خلال ايام ان شاء الله يكون الفيديو بتاع الركنة بعد التشطيب موجود ان شاء الله سبحانه وتعالى على القناة ان شاء الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا عند حسن ظن الحاج مصطفى وعند حسن ظن حضراتكم ان شاء الله. في نهايه الفيديو بنشكركم على حسن المتابعه. بنقول لكم لاول مره يشاهدنا اذا عجبه الفيديو يضغط اعجاب، ما تنسوش تتابعونا وتشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله بننشره. الرقم متثبت على الشريط اسفل الفيديو وتحت في وصف الفيديو للي حابب يستفسر عن المنتجات او الاسعار. يا ريت لو طلبتونا لقيتوا الرقم مغلق او غير متاح وحابين تستفسروا عن منتج معين ابعتوا لنا رسالة على الواتس أو التليجرام، ومجرد ما نشوف الرسالة نرد على حضراتكم. استنونا في الفيديو النهائي وفي فيديوهات تانية كتير إن شاء الله تنال إعجاب حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.